سفرها للمغرب ونداء الأذان للصلاة وكرم المغاربة جعلها تهتم بالإسلام بعد 3 سنوات من الاستماع للقرآن الكريم، القرآن الذي سحر سمعها وذائقتها الفنية دون أن تدرك أن القرآن لم يكن يخاطب غريزة تذوق الموسيقى، إنما كان خطابا مباشرا للروح، وذلك ما جعلها تشعر بسعادة حقيقية في الاستماع إليه. جيفري كراوت من أشهر مغنية أجنبية تغني باللغة العربية إلى أشهر فيديو في ترتيل القرآن الكريم، ومن دراسة الموسيقى العربية إلى دراسة الإسلام. فما القصة اللطيفة التي قادت أختنا جيفري نحو طريق العودة للحق؟ جيفري كراوت إحدى أهم الفنانات التي سحرن بصوتهن العذب مسامع الشباب، ولجنة التحكيم في برنامج Arab Got Talent انتهى بها المطاف في حب صورة يوسف والزواج بمسلم مغربي. جيفري كراوت شابة أمريكية أحبت الموسيقى وهي في أحضان والدتها ووالدها، فكلا من أبيها وأمها كانا ينتميان لنفس المجال الفني الموسيقي. وحين كبرت بدأت في تعلم اللغة العربية، فهي أحبت كثيرا هذه اللغة العظيمة، ولم يأخذ لها تعلم اللغة العربية الكثير من الوقت، بل العكس. وبتعلمها للعربية والاطلاع على هذه الثقافة الغنية أتيح لها القدر فرصة إحياء عدد من الحفلات الفنية في عدد من الدول العربية، وكل هذا أي تعلمها للعربية والمشاركة في عدد من المهرجانات المنظمة في هذه الدول، كان هذا يقربها شيئا فشيئا للإسلام، حتى أن من حسنات القدر سبحان الله أنها عاشت لفترة من الفترات في المغرب، وبذلك تقربت وتعمقت أكثر من وفي الإسلام. هذا ما واجهته عندما بدأت بالتعرف على الإسلام، عندما بدأت التعرف على مجتمعات الموسيقية العربية حيث معظمها مسلمين يتحدثون كانوا إلي عن الإسلام. وبعد ذلك ذهبت إلى المغرب وكنت فيها للمرة الأولى في بلد إسلامي حيث سمعت الأذان 5 مرات يوميا. هذا كان واحد من أكثر الأمور المذهلة التي رأيتها في حياتي، وكان مفهومه جميل جدا أن الناس يذهبون للصلاة 5 مرات كل يوم. ذلك جد عادي ما دام أنها كانت تعيش وسط المجتمع المغربي المسلم، حتى أنها تزوجت من مغربي. شيء آخر لاحظته هو أن الناس كانوا كريمين جدا معي، كانوا يسمحون لي الدخول إلى منازلهم وكانوا يأكلون معي ويعطوني مكان للإقامة، لم يسألوا أي شيء عني ولم يطلبوا أي شيء بالمقابل. لذلك شعرت بروعة هذا، وهذا ما جعلني أفكر هؤلاء الناس لديهم شيء بداخلهم يختلف عن ما أنا معتادة عليه، وأردت أن أعرف ما هذا الفرق. لذلك بدأت بالبحث ووجدت بأن الكرم وأن تكون غير أناني والتخلص من الأنانية هو جزء من الإسلام، وكلما تعمقت كلما لاحظت أن هذا صحيح بالنسبة لي. لكن المثير سبحان الله أن إسلامها كان سببه الأساسي هو أختها. أحبت جيفري كراوت الاستماع إلى القارئ الكبير المنشاوي، وكانت دوما تفضله وتفضل الاستماع إلى قراءاته ما شاء الله. ولكن ما يجعلني شخصيا جد مصدوم هو صوتها حين سمعتها تقرأ القرآن الكريم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. حين قرأت بعض التعليقات التي تقول صوتها كأنه آت من السماء، قلت في نفسي هذه مبالغة وتضخيم للأمر، فغالبا صوتها لا يمكن أن يستحق كل هذا المدح والثناء والإعجاب. لكن كل هذه التصورات أصبحت في طي النسيان حين سمعتها ترتل سورة الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وحقا جعلتني أشعر بالكثير والكثير من الإعجاب بصوتها المبهر والمذهل، وما وجدته غريبا ولطيفا أن صوتها ذكرني بالقارئ عبد الباسط عبد الصمد، فالشبه بين الصوتين جد كبير سبحان الله، ويجعل الإنسان يستشعر قيمة الصوت في جعل القرآن قريبا ومحبوبا عند مختلف شرائح المجتمع الإسلامي. تزوجت جيفري كاراوت وأنجبت ابنتها الأولى. السلام عليكم، تنتمنى لكم التوفيق ومرحبا بنا عندكم. شكرا، بارك الله فيكم. يلا سبيك ويد صحابك في انستي كيلو. انستغرام ماشي انستا كيلو. صحيح يا ربع قريب. هذا بابا حماق ياك؟ يس حماق هذا. تبرقيد حمار تضحك عليك. حمار تضحك في قطر. ولكن الحمد لله المغرب زوين. يا حيت زوين. علاش تا زوين؟ المغرب زوين فيه العدس والبصرة واللوبيا. انت داكشي اللي ضرب كاين في العدس. واختارت لها اسم قمر، وحاولت قدر الإمكان الابتعاد عن عالم الموسيقى وكل ما يدور في ذلك العالم التافه، إلا أنها بعد فترة طويلة نوعا ما قررت العودة للموسيقى، وكان ذلك بسبب الكثير من التافهين الذين يحاولون دائما جعل الموسيقى حلالا ولا إشكال ديني فيها، وذلك خاطئ، ولا سند وأساس ديني أو فقهي له أبدا، بل مجرد آراء خاطئة. أرجو منكم أن تدعوا لأختنا جيفري بترك الغناء، وأن يوفقها الله عز وجل للابتعاد من ذلك العالم المكدس بالموبقات والمنكرات. هذا كل ما في الأمر. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم، ولا تنسوا أن تعطونا رأيكم في التعليقات. نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم مع قصة جديدة. إلى حينها نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.